بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا الغسالة التوشيبا ال10 كيلو اللي قدام حضراتكم دي، مديانا عطل E704. طبعا العطل ده يا جماعة يا إما بيكون من عطل في الجيربوكس، أو في حاجة بين الحلتين، أو عطل في الكارتة. فاحنا الاول علشان نحدد المشكلة في ايه، فاحنا بنحاول الاول ان احنا نعمل لها تيست مود، او ان نفك العطل ده اللي هو E704. وده طبعا بندوس على زرار الواش او الغسيل مع السبين، مع سوبر سبين دراي، مع الاون. الاربع زراير دول كده مع بعض. تاني الغسيل مع السبين مع سوبر سبين دراي مع الاون. زي ما حضراتكم شايفين كده بتسمعوا الصوت الصفارة اللي سمعتوها دي. وطبعا لو ما فيش مشكلة وقبلت معانا التست مود ده، بتشتغل معانا والعطل بيزول من على الشاشة. طبعا هي بتبقى مسجلة عطل. حتى لو احنا فكينا العطل ده او احنا حلينا المشكلة برضو بتبقى مسجلة عطل. طبعا المشكلة دي يا جماعة بتبقى عطل احيانا في الجيربوكس، واحيانا بيكون في قطعة قماش ولا حاجة بين الحلتين، او ممكن يكون في حاجة في الكارتة بيدينا العطل ده. فاحنا اول حاجة بنجربها او بنعملها علشان نشوف المشكلة من ايه، ان احنا بندوس على الغسيل مع السبين مع سوبر سبين دراي مع الاون. فلو العطل بيزول معانا تبقى كده المشكلة اتحلت. ودي كانت حلقتنا النهاردة، ارجو ان هي تكون نالت اعجابكم، وإن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة وهنتعلم حاجة جديدة إن شاء الله. فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشير علشان يصل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا ستارت. ثلاثة بقى كلها.